مش هتسلم عليا قبل ما تسافر؟ لا. كفايه يا ابني. مش قادر اسامحك. هدور لك مكان آمن في باكستان. آمن؟ أيوه. يعني غير أبويا وأمي وآمن؟ أيوه يا آمن. أبوك ليه نفوذ واسع. نفوذ؟ ونفوذه ده بقى معرفش ينقذ أمي منه؟ أنا مخلف راجل. بكرة هيكبر ويعقل ويفهم أبوه مين وعمل كده ليه. تقرا في المصحف كل يوم وتحافظ على صلاتك لغاية لما نتقابل. أنا بحبك يا عبد الله. تعالى في حضني. حلو. أنا محتاج الحضن ده. محتاجه. يلا أنا جاهز. ليه كده؟ لا يا علي، برضه تتصل بيا وتطمني انك وصلت. ايه يا علي؟ يا عادل انا كنت في الفيوم، وكل اللي غبت اسبوع ما كنتش في امريكا يعني. انت عارف قلقي. ماشي يا عادل، حقك عليا. ماشي يا سيدي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عادل، ما كان من الاول. المهم، هببت ايه في الاسبوع ده؟ حببت هباب جميل. ممكن تروق يا عادل؟ خلاص يا سيدي، روقنا. عملت ايه؟ خسرت الجايزه. طب ايه؟ طز. الحياه كلها مكسب وخساره، بكره تكسب. ما هو المكسب ما طلعش اصلا لاحسن مشروع هندسي. امال طلع ليه ان شاء الله؟ طلع لاي حد غيري. حد يكون بيبرق وبيلمع كده، مودرن، مش قديم زيي. لا مش فاهمه دي والله. ايه الكلام الفارغ ده؟ انت كنت في جايزه مشاريع هندسيه ولا في جايزه لبس؟ كنت في ديفيليه؟ معلش يا عادل، برضه المظهر مهم يعني. المظهر مهم. شكلك كده قابلت ناس كتير على اشكال وانواع. اقول لك، احنا فيها. انت تضرب شورت وتطول شعرك وتعمل لك نيو لوك كده. عادل انا عايز ابيع البيت. عايز تعمل ايه؟ تبيع البيت؟ تبيع بيت السيدة؟ ومال حبيبي؟ حقك. يعني انت موافق؟ مش مهم انا موافق ولا لا، اصل في النهايه انا زيك. المهم انك انت عايز تبيع البيت، انا تمام. جرب، حاول لو قدرت. هبيعه لوحدي ازاي؟ وبعدين اجرب ايه؟ لا مش قصدي، يعني انا قصدي اسال وتطقص، وبعدين اسال الناس الساكنه. اسال عمك حسن وعمك عبد الستار. عمك جسام صحيح مش موجود دلوقتي، بس برضه يتسال. اسالهم وقول. عادل انا عايز اروح مكان جديد. عايز احس ان حياتي بتتغير يعني. زهقت من هنا بصراحه. قول بقى انك زهقت منها. حبيبي انا قلت لك تعالى اقعد معايا. يا عادل اقعد معاك ليه وانا عندي القدره يبقى عندي بيت لوحدي؟ يا عادل والله العظيم ما بقتش صغير. يا حبيبي مش قصدي والله. انا بس كنت فاكر انك انت بتحب هنا، بس واضح انك غيرت رايك. لا يا عادل بحبه والله، بحبه فعلا، بس زهقت. القهوه هي القهوه والشارع هو الشارع والناس هم نفس الناس. ماشي، ويهون عليك برضه. يهون عليك البيت ده. البيت ده يا مطلع ظباط، فنانين واعلاميين، مهندسين. وطلع ارهابيين برضه. اللباطه دي. كفايه ان ابوك المستشار المحترم الله يرحمه كان عايش هنا. على العموم براحتك. انت برضه لسه في سن التغيير والزهق، وطالما بتسنن لسه يا عادل من فضلك بلاش تريقه. مش بتريق والله. امال بسنن ازاي يعني؟ ايوه بتسنن، بتغير زي الله. هو ده سنك دلوقتي، انك انت تغير. يلا سلام عليكم، توكل على الله. استنى، نتعشى مع بعض وكده امشي. لا يا حبيبي، انا اطمنت عليك، انا كده شبعت. السلام عليكم. ده شارب يجي 5 قهوة وبقاله كتير قاعد لوحده. ما عدتش عليا يعني تاخدني معاك يا عبد؟ انا قلت مشغول. انت بتشرب قهوه كتير كده؟ وانا شربت قهوه كتير. باين عليك. انا نزلت من النجمه رحت الجورنال. انهي جورنال؟ الجورنال اللي بشتغل فيه. ايه اللي فكرك؟
لبست ورحت. الدنيا كلها اتغيرت. مفيش ولا واحد فاكرني. سنين كتير عدت يا عم. قلت اتسلى. مفيش حد سألت على اسمه من اللي كنت أعرفهم إلا يقولوا لي الله يرحمه. زي ما يكون الدنيا كلها ماتت النهارده. ربنا يديك الصحة. ما تيجي نتمشى شوية؟ اتمشى ماشي يعني ولا بلاش؟ أنا مشيت كتير النهارده. خليني أرتاح. ولما أتعب ويكبس عليا النوم باخدني طلعني نام. قهوة يا عبدو، وانت كده مش هتنام. قوم 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 يلا. ما دام مالكش مزاج تبيع بيتكم، ما قلتش لا من الاول ليه؟ اقول لا ازاي بس يا نهله؟ ده اخويا وشريكي في البيت، ما ينفعش ان انا اقول له لا. ليه ما ينفعش؟ ما انا كلمتك في الموضوع وقلت لي لا، سكت انا وما ناقشتكش، اشمعنى هو؟ يا حبيبتي انت مراتي، شريكة حياتي كلها، بس ده اخويا الصغير وملزوم مني وشريكي في البيت وفي اول حياته، ما ينفعش ان انا اعمل معاه. العند مع السن ده غلط، والعند مع الجيل ده كله ما ينفعش، وانا عليه الغلبه دي كلها. ما انا اسيبه ينفذ اللي هو عايزه، ولما نيجي على ارض الواقع يبقى ربنا يحلها. اكيد هيبقى في قعده تانيه وكلام تاني وحل تاني. يا صبرك. وبعدين جت الحق، ما هو عنده حق برضه. شاب صغير في اول حياته، من حقه ان هو يحلم ان هو يبقى عنده الكينونه بتاعته، له مكان لوحده. والبيت القديم والذكريات، مش ده كلامك ليا؟ ترى عليا. بصي، ده الشيء اللي يخصني. عارفه انا لو في مقدوري انا اشتري نصيب والبيت يفضل زي ما هو. ده عشق بقى. لا، عشق دي ما تقالش الا على حد واحد بس. بكاش. المجد للشيطان معبود الرياح، من قال لا في وجه من قالوا نعم، من علم الإنسان تمزيق العدم، من قال لا فلم يمت وظل روحا أبدية الألم. كلمات سبارتاكوس الأخيرة للراحل العظيم أمل دنقل. مدخل لحلقتنا: ومتى يقول المصريون لا؟